ورجعت لكم بمسلسل جديد، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. بيبتدي عندنا المسلسل بمية لما كانت بتفتكر وهي قاعدة مع صاحبتها، وكانت بتقول لها ان حبيبها سابها وان هو راجل خاين اصلا وما ينفعش حد خالص يعيش معاه، وان هو قال لها ان هو مش عايز يعرفها تاني، انها عرفت ان هو بيعمل كل ده علشان هو بقى مع واحده جديده دلوقتي. طبعا مية اول ما شافته قاعد مع البنت دي رمت عليه العصير، فهنا قايم وقال لها انت مين؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ فهي بتقول له يبقى انت يا خاين. قال لها خاين ايه يا بنتي؟ انا ما اعرفكيش اصلا، انت مين اصلا؟ فكانت بتقول له بقول لك ايه، انا صاحبه ليا البنت اللي انت خنتها. فقال لها خنت مين؟ هي اللي خانتني اصلا ومع السكرتير بتاعي. تقول له بقول لك ايه، كدب مش عايزه، ده واضح جدا ان انت قاعد مع الست اللي قصادك دي وان انت راجل خاين. طبعا الست دي اصلا تبقى مامته، فكان مستغرب جدا جرأتها، بيقول لها باين عليك اللي انتي واحده جريئه قوي. وهي كانت مخططه اول ما تشوفه هتحاول تعمل اي حاجه علشان يكونوا متعلقين ببعض وبعديها تكسر قلبه. في الوقت ده عمال يقول لها انت متعرفنيش كويس، شكل صاحبتك ما حكتش عني كويس، لكن خدي بالك ان انا مش بسيب حقي. وجاب الحراس بسرعه علشان يمسكوها، وكانت بتقول له هو انت هتخوفنا بدولت؟ لا بقى، ده انت شكلك ما تعرفنيش. قال لها لا، ده انت شكلك مجنونه بقى ومحتاجه ان انت تتعالجي. ومسكت الكوتشي بتاعها رميته عليه. طبعا مامته كانت قاعده وكانت مخضوضه جدا، مين البنت الجريئه دي؟ وانا كان بيقول لها لا، ده انت شكلك بقى مجنونه رسمي. كانت بتقول له بقول لك ايه، خليهم يسيبوني. فانا بيقول لها بقول لك ايه، طب انت مش ماشيه من هنا الا وانا متجوزك. وكانت عماله تقول له مين الولد ده، قاعد وسامع كل حاجه. فقال لها ده الولد اللي خانتني معاه، اللي كانت فاكره نفسها انسانه شريفه، دي انسانه خاينه. وكان عمال يقول له صح، فهو بيقول له لا مش قوي، وبعد اذنك بقى ما تتكلمش علينا كده لان احنا خلاص اتخطبنا رسمي. فطبعا هنا كانت قاعده وكانت مصدومه جدا لما عرفت حقيقه صاحبتها، بدات تمسح العصير من على البدله بتاعته. وكانت عماله تقول له انا اسفه، وقال لها على فكره اللي قصادك دي تبقى مامتي. قالت له هي مامتك صغيره وحلوه كده ليه؟ قال لها يلا احسدينا بقى. وكانت عماله تعتذر له، فمامته بتقول له بقول لك البنت دي لازم تتجوزها، هي دي اللي تليق بيك. وفعلا غصبته ان هما الاتنين يروحوا يتجوزوا حالا. وهي طبعا ما كانتش عارفه هي ليه بتعمل كده، وكانت مستغربه نفسها، وخصوصا يعني ان هي شخصيه جريئه جدا ومستحيل ان اي حد يعمل اي حاجه علشان يغصبها يعني. وهي كانت قاعده وفرحانه، وانا كنت عماله تقول لهم شكلكم انتوا الاتنين ليكم قصه حب كبيره. بتقول لها اه طبعا. واول ما خرجت بره قابلت صاحبتها ليا، وكانت عماله تقول لها يعني كنت عماله تحكي لي قد ايه ان هو راجل خاين وغبي وما بيفهمش، اتاري انت اللي طلعت خاينه، كمان سبت كل الرجاله وما لقيتيش غير السكرتير بتاعه. طب عيب عليكي، حتى روحي شوفي راجل تاني، وغير كده ما اخترتيش الا الراجل ده، طب كنت اختاري راجل احلى شويه. فهو بيقول لها هي قصدها ايه، قصدها ان انا وحش يعني؟ فبتقول له اسكت انت. وكانت عماله تقول لها لا، لكن شكلك بقى ان انت اللي طلعتي غبيه، رحتي اتجوزتي اكتر واحد انا ما بطيقهوش، معروف عنه ان هو راجل سوداوي واكتر راجل بيدمر اي بنت بيتجوزها. فهنا طبعا عرفت ان صاحبتها مش صاحبتها وضربتها بالقلم. فكانت عماله تقول لها مبروك جدا ليكي، والصراحه هتشوفي ايام سودا. وبعديها على طول بتقول لها وانت ازاي تتجرأي وتضربيني بالشكل المهين ده، هو انت مش عارفه انا مين ولا ايه؟ فهي بتقول لها خراسي، انت ما طلعتيش فعلا شخصيه كويسه وطلعتي انسانه خبيثه زي ما الكل كان بيقول لي وانا كنت بدافع عنك، انت ليه كده؟ فهي بتقول لها اسكتي بقى، وان انت محدش قالك اصلا ان انت تروحي تتجوزيه، ده انا كنت بقولك ان انت تروحي بس على اساس يعني تكسري قلبه، اتاري بقى كنت مخططه. وانا كنت عماله تقول لها مين الولد اللي معاكي ده؟ فكانت بتقول لها اعرفك بخطيبي. وبدا ان هو يمثل ان هو بيدمع ويقول لها صدقيني هي اللي جبرتني، وكل ده طبعا علشان بطلنا ما يطردوش من الشغل. كانت عماله تقول لها خلصتي كلام ولا لسه هتعمل لنا تحقيق؟ طبعا مي كانت مستغربه جدا صاحبتها من امتى وهي شخصيتها كده. فقام بطلنا مسكها من هدومها وقال لها يلا بقى علشان جايبه لنا التهزيق والكل عمال يشتم فينا من ساعه ما وقفنا. قالت له لا سيبني عليها الاول علشان اربيها الحيوانه دي. وقال لها ما خلاص بقى، وهي كده كده انسانه ملهاش اي لازمه، وفاكره ان الكل يعني هيموت عليها، وهي ما تسواش اي حاجه. وبعد ما ضربتها بالقلم راحوا مع بعض العربيه. كان بيقول لها غريبه جدا ان شخصيتك قويه قوي كده. فبتقول له بقول لك ايه، هو انت هتعمل حاجه؟ خد بالك يعني ان انا فعلا شخصيتي قويه، وخد بالك كمان لا اقلب عليك. قال لها اهدي يا ماما كده، ما فيش اي حاجه، إيه التوتر اللي انت فيه ده؟ طيب كانت بتقول له مين بس متوتر، انت اللي متوتر مش انا. قال لها اه واضح قوي. وفي الوقت ده السكرتير بتاعه التاني اللي بعد ما مشى الاولاني كان بيقول لها بقول لك ايه، خليكي هاديه معاه كده لان حد مجنون. فكانت بتقول له لا يا حبيبي هو مجنون على نفسه. ونعرف ان هي كانت معجبه جدا بيه، لكن اول ما لقيته ان هو ارتبط بصاحبتها قررت ان هي تبعد الاعجاب ده خالص. لكن اول ما حست ان صاحبتها بعدت قررت ان الاعجاب ده يرجع تاني، وان هي فعلا تعمل اي حاجه علشان توقعه حبها. وهو كان ماشي وما كانش عارف مين الشخصيه المجنونه اللي جنبه دي، وان هي ازاي بالسرعه دي قدرت ان هي تتجوزه. دي اجمل البنات ما عملتش كده، ومحدش عارف ان هو يسيطر على عقله وقلبه غيرها هي. فالسكرتير بيقول له شكلك طبيت بسرعه كده ليه؟ فقال له بقول لك احترم نفسك، انا ما بقعش غير بمزاجي. قال له اه طبعا ده واضح جدا، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه ويلا نكمل. في الوقت ده كان بدأ يعرف كل حاجه عنها، وبعت السكرتير كمان علشان يعرف كل حاجه تخصها سواء من قريب او من بعيد.
السكرتير بيقول له واضح خالص ان انت مش مهتم فعلا زي ما انت بتقول، فهو بيقول له بقول لك ايه، هو انت هتضايقني ولا ايه؟ وبعديها على طول راح البيت. كان مهووس جدا بشكله وكان شايف نفسه ان هو حلو جدا وان هو يستاهل بنت جميله وذكيه زيه، وكان عمال يقول مستحيل تكون في واحده حلوه قوي كده زيي. وبتظهر هنا بطلتنا وهي كانت في الاوضه التانية وكانت بتغير، وكانت عماله تقول انا هعمل ايه بقى علشان يقع في حبي. طبعا هو في الناحيه التانية بدا يسمع ان في صوت في الاوضه، فكان بيقول له مين اللي في الاوضه دي. وطبعا كان لسه هيتكلم لقاها ان هي اصلا زهرت وراه، كانت عماله تقول هو في حاجه ولا ايه، شكلك كده مش مرتاح ليه. فهنا بيقول لها وانت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ بتقول له ده انا مراتك، يعني هكون معاك زي دلك كده ومش هبعد عنك ابدا. فقرب منها وبيقول لها شكلك معجبه قوي، هو انت اللي دقات قلبك عاليه قوي كده؟ فهي بتقول له ليه يعني، على فكره عادي من الخوف. وقررت ان هي تشتغل معاه في الشركه بحيث تكون قريبه ليه. واول ما الكل شافها ان هي داخله معاه الصبح، الكل بدا يتكلم عليها بكلام وحش جدا، ويقول عليها ان هي بنت مستغله وان هي بتعمل كل ده علشان تترقى اكتر في الشغل، برغم اصلا انهم ما كانوش يعرفوا عنها اي حاجه. وكل كان معجب جدا بيها وخصوصا يعني شكلها، وكان عمالين يقول لها ايه علاقتك بالمدير، والصراحه كده باين عليكم ان انتوا قريبين. طبعا هنا قررت ان هي اصلا ما تقولش ان علاقتها بيه ان هي تبقى متجوزاه وان هو جوزها يعني. كانت عماله تقول لهم ان دي حاجه مش هتفرق في الشغل، لكن نعرف ان كان في واحده هناك مش طايقاها، كانت عماله تقول لها وانتي بتكلمينا كده ليه، بقول لك ايه ما تنسيش اصلك ايه. فانا بتقول لها ماله اصل يعني، فهي بتقول لها بقول لك ايه اهدي كده علشان مش مرتاحه لك. واول ما جت علشان تطلع فوق لقت ان باباها ومامتها اللي كانوا دايما بيربوها في الشارع وكانوا فعلا مش مهتمين بيها جايبينها من شعرها. كانت عماله بتقول لهم هو انتوا هتعملوا ايه فيا؟ ما قالوا لها خلاص احنا بعناكي علشان زهقنا منك. وطبعا مش فاهمه يعني ايه بعناكي دي، هو انا سلعه ولا ايه؟ ولقت ان في راجل قفل الباب ودخل عليها، وكان عمال يقول لها الصراحه كده انا كنت معجب جدا بشكلك. بدأ ان هو يضربها علشان يخليها ان هي مش قادره تدافع عن نفسها، كانت عماله تصرخ بصوت عالي، كانت عماله تقول له ابعد عني وانا هديك الفلوس اللي انت عايزها. فمامتها دخلت عليها وبتقول لها اخرسي، طول عمرك جايبه لنا العار، يلا بقى عايزين نخلص منك. تقول لها ان انت لو ما سمعتيش كلامه انا فعلا بعد ما تخلصي هضربك لدرجه ان انا هموتك فيها. بدأ ان هو يقرب منها علشان يعتدي عليها، كان عمال يقول لها يا حبيبتي ما تقلقيش واحنا هنخلص بسرعه جدا، والصراحه بعدها يعني هسيبك تروحي المكان اللي انت عايزاه، لكن بقى تبقى تجيلي دايما ها علشان هتوحشيني. فكانت بتقوله ان انت انسان قذر. اما بقى عن بطلنا فكان عمال يدور عليها في كل مكان، ولما سأل عليها لقى ان مامتها كانت بتقول له معلش اصل هي مش موجوده، لكن سمع صوت صراخ عالي جدا وكان عمال يقول انا عارف ان الصوت ده صوتها كويس، فين ميا؟ فكانت بتقول له بقول لك ايه امشي من هنا يلا، ميا مشغوله دلوقتي. فكان عمال يقول لها مشغوله في ايه، انا عايزه اعرف. وفي الناحيه التانية ميا كانت عماله تضربه وكانت عماله تدافع عن شرفها وان هي بتحاول ان هي تبعده عنها. طبعا هو كان مستغرب جدا من قوتها وكان عمال يقول لها صدقيني فعلا ان انا مش هسيبك غير وانتي ميته، تعالي هنا. طبعا ميا كانت خايفه جدا منه، كانت عماله تقول له ابعد عني، لكن في اللحظه دي يدخل بطلنا ويضربه ويروح بسرعه علشان يحضنها ويطمنها ويقول لها ان انا اسف ان انا اتاخرت عليكي. لكن مامتها الجبروت دخلت جوه وكانت عماله تقول لها ان انت جبت لنا العار وان انت ازاي انسانه قذره كده. وطبعا بيضطر ان هو يسيبهم وياخدها ويروح على الشغل. وبعديها على طول لقيت ان هو بيقرب جدا منها وكان عمال يقول لها الصراحه كده انا معجب بيكي. فبتقول له بجد؟ فهو بيقول لها ايوه، وان انا ما لقيتش بنت مناسبه عنك ان هي الصراحه يعني تكون حبيبتي. فبتقول له بس انا مش حبيبتك بس، ده انا حتى انا كمان مراتك. قال لها ايوه ما انا عارف، انت هتبقى كل حاجه في حياتي. وبعديها راحت علشان تكمل شغل، ونعرف ان هي كانت شغاله شغل بسيط وان هي موظفه يعني، او نقول يعني غرسونه. وهي في الوقت ده كانت طالعه على الاوضه بتاعته ولقيت ان هو قدامها وكانت عماله تقول له ان انا اسفه ان انا دخلت في الوقت ده. كان بيقول لها ثانيه واحده ده انت مراتي، هو انت محروجه كده ليه؟ انا اللي المفروض يعني اتكسف لو اي بنت تانية غيرك. فتقول له لا. وجيت علشان تخرج بره بيقول لها ثانيه واحده ايه الهدوم اللي معاكي دي؟ فهي بتقول له ايوه الهدوم دي اختك اللي كانت بعتها لك صدقني مش انا. فقال لها طيب هاتيها. فكانت بتقول له على فكره في ميتنج مهم لازم تحضره. قال لها ازاي هلبس اللبس ده؟ فهي بتقول له مش عارفه اختك هي اللي جايبهولي، طبعا قالت لي ان انا اديهولك. قال لها متاكده ان هي جايبهولي انا مش ليكي انتي؟ فهي بتقول له بقول لك احترم نفسك انا اللي هلبس كده؟ قال لها امال انا اللي هلبس كده في ايه؟ هي بتقول له الصراحه مش عارفه. وبعديها سابته ومشيت. وقال لها هو انت عندك شغل النهارده؟ فهي بتقول له ايوه ان انا هكون جرسونه النهارده في الميتنج. طبعا هنا كانت حاسه ان هو متضايق لان هو اصلا مش محتاج فلوسها ورمى اللبس على وشها وقال لها اللبس ده تروح تديه لاختي وتقول لها ان انا مش عايزه فاهمه. فهي بتقول له خلاص ماشي وانت متعصب كده ليه؟ طبعا اول ما جت تبص على اللبس عرفت على طول ليه ان هو كان متضايق، وخصوصا يعني ان ده لبس بتاع ستات. وانا اول ما خرجت بره لقيت الست التانية كانت عماله تقول لها بقول لك ايه، خد الفلوس اللي انت عايزاها وبعد عنه، الراجل ده بتاعي انا لوحدي فاهمه، وان انا مستحيل اسيب اي ست تقرب منه. فهي تقول لها اه شكلك مجنونه بقى وهتقرفينا. طبعا مية كانت عماله تبص لها باستغراب، لو انت بتقولي ايه ده هو جوزي يعني، ومفروض ان انا وهو نكون قريبين لبعض، لكن اللي انت بتعمليه ده اسمه جنان رسمي.
ونعرف ان هي في الوقت ده ضربت نفسها ونزلت تحت علشان تقول يعني ان هي اللي ضربتها كده، وان هي انسانة وحشية، وكانت ممثلة ان هي انسانة بريئة، وان فعلا مية هي اللي انسانة صعبة. طبعا مية كانت مستغربة ازاي واحدة تكون ممثلة شاطرة للدرجة دي. اما بقى عن بطلنا فكان قاعد فوق وكان عمال يفتكر ازاي اللبس ده كانت هي اصلا جايبهوله. طبعا هي كانت عمالة تقوله ان اللبس ده من اختك، وصدقني يعني هيكون حلو عليك. طبعا هي كانت بتضايقه، وخصوصا يعني ان هي عارفة ان اكيد اخته اتلخبطت، وان اللبس ده اكيد يعني ما كانش جاي ليه، لانه طبعا هو راجل. وفي الوقت ده كان عمال يقول لها خلاص ماشي، ونزل على طول بعديها علشان يروح الاجتماع. وبعد ما نزل السكرتير بيقول له على فكرة هي هتبقى جوه، انت هتعملها ازاي؟ قال لها عادي هعملها زيها زي اي جرسونة موجودة. وطبعا الكلام ضايقها جدا، وقررت ان هي تتجاهله طول الحفلة. وما جت علشان تدخل قالت لها ان انت ممنوعة من ان انت تدخلي. فبتقول لها بقول لك ايه، انا جاية شغلي، ابعدي عن هنا. فقالت لها خلاص ماشي، لكن لو حد سألك قول انت اللي دخلتي. وفعلا كانت ماشية، وكانت عايزة تروح علشان تقابله وتكلمه، لأن اتحست إن هو أصلا مستعر جدا من الشغلانة دي. ولقيت إن هو قاعد هناك وكان قاعد يتكلم مع بنت، وطبعا هي كانت غيرانة عليه جدا. وهو كان باصص لها، لكن أول ما شاف شكلها بص تاني، وقال ما قال فعلا انت كنت شغالة كده وهتيجي تسلم عليا. وحس ان هو محروق جدا. وطبعا هي قررت ان هي تروح هناك على الترابيزه بتاعته علشان تقدم له الحاجه. كانت عماله تفكر فعلا ان هو ممكن يكون شخص سطحي للدرجه دي. واول ما جت علشان تروح هناك غطى وشه على طول. وطبعا هي كانت مستغربه جدا ردة فعله، واللي هو انت ليه بتعمل كده يعني؟ لكن هنا بتقول هو في حاجه، هو انت تعبان ولا حاجه؟ فقال لها لا. تقول لهم اهلا يا جماعه، اعرفكم ان ده جوزي. وطبعا هنا كان قاعد ان هو محروق جدا، لان حاسس يعني ان هي مش محتاجه فلوس طالما هي مراته يعني، وان هو هيجيب لها كل حاجه. فليه الشغلانه دي اصلا؟ وان هي شغلانه كمان متعبه. نعرف ان في الوقت ده لما قامت مسكته الكل طبعا قام، لان ده مديرهم، وحسوا ان في حاجه غلط وغريبه. فهنا طبعا السكرتير بيقول لهم هو انتوا بتعملوا ايه؟ هتخلونا كلنا نترفد. وهي طبعا كانت بصلهم اللي هو انتوا ليه قمتوا اصلا؟ وفي الوقت ده طبعا هي كانت بصلهم اللي هو اقعدوا بقى. فهنا السكرتير بيقول لهم اقعدوا، دي تبقى مراته فعلا. طبعا هنا بدأ ان هم يقعدوا اول ما عرفوا ان دي مرات مديرهم، وان بكلمه واحده منهم هتمشي كل اللي قاعدين. وطبعا هي اللي هتقعد لانها مراته. كان عمال يقول لها انت ازاي تمسكيني كده؟ فبتقول له هو انت فعلا محروج مني؟ انا عمري متوقع ان انت انسان سطحي قوي كده. فكان بيقول لها بقول لك ايه، رؤي واهدي كده، وما تنسيش برضو حاجه، ان انا اصلا موجود هنا علشان خاطرك انتي، وان انا دايما اشوفك. فهي بتقول له لا الصراحه مش واضح ولا حتى باين عليك، وباين عليك اكتر ان انت مستعر مني ومن شغلي، والصراحه عمري متوقع ان انت كده. فقالها لا اهدي كده، هو انت مالك ليه متضايقه كده؟ فهي بتقول له اصل انت اللي بتعمله ده عادي جدا. وفي الوقت ده بيجي حبيب صاحبتها، وكان عمال يقول لها هو انت فاكره ان هو يعترف بيكي؟ انت حرفيا واحده فقيره جدا، وكل يتكسف منك، فانت ليه فاكره ان الكل اصلا هيكون متشرف ان هو يعرفك؟ وغير كده كمان انا عرفت من صاحبتك ان اهلك كانوا دايما بايعينك وما كانوش عايزينك في حياتهم. في الوقت ده طبعا بطلنا بيتدخل، وكان بيقول له اخرس يا حيوان، وان انت ازاي اصلا بتتكلم عليها كده؟ وانا كنت عماله تقول له شوف هو ازاي بيكلمني. طبعا هنا اتضايق جدا من نفسه ومشي، وكان فعلا عمال يفكر هو ازاي عملها بالشكل المهين ده، وان مهما كان ايه شغلانتها هو المفروض يحترمها لان هي اختارت الشغلانه دي. وكان عمال يقول لنفسه معقوله اكون ضايقتها ولقاها ان هي اختفت. وطبعا هنا كان متضايق جدا، والسكرتير بيقول له الصراحه كده انت احرجتها وخليت شكلها وحش جدا. بقول له ما خلاص بقى، هو انت جاي تضايقني ولا ايه؟ وفي الاخر يعني لقاها، لكن لقاها وهي متضايقه منه شويه، لكن اول ما شافته بدات ان هي تضحك، وده طبعا مش علشان وعلشان خاطر صاحبها اللي كان معاها في ثانوي. وهي طبعا اول ما بصت له افتكرته على طول، وان ده الشخص اللي كانت دايما معجبه جدا بيه ومهووسه بيه، وكانت دايما بتلحقه. وهو طبعا كان علشان شاب روش شويتين تلاتة، فكان دايما معجب جدا بيها، وكان معجب جدا برضه بان هي كل شويه تجري وراه. وهي طبعا كانت عامله له شهره، وانا طبعا كانت بتفتكره، وكانت بتفتكر الايام الحلوه. وراح يحكي لمامته، ومن كتر الضيقه بدأ ان هو يشرب، وفضل ان هو فعلا فكر فيها لحد ما نام. وكانت عماله تقول فعلا ان الحب بيغير. بدات ان هي تتصل بيها علشان تحكي لها كل حاجه، وتقول لها ان ابني فعلا غلطان وان هو عايز يعتذر لك، وشوفي حتى شكله ازاي. واتصلت بيها فعلا وقالت لها تعالي يلا يا حبيبتي، وصدقيني ان انا هصلح ما بينكم، ومش عايزاكم ان انتوا كنا في اول الجواز ومتضايقين كده. وفعلا راحت له، لكن هما الاتنين كانوا مبسوطين شويه، فقضوا مع بعض الليله. طبعا هو كان مستغرب جدا نفسه، لان هو اصلا كان شايف نفسه ان هو محتاج يتكلم معاها الاول قبل ما اي حاجه تحصل. وكان عمال يقول اصلا هي فين ولا اختفت كده؟ معقول هي كنت زعلانه من اللي حصل ما بينا وان انا وهي يعني متجوزين؟ ليه هتكون متضايقه؟ ولا هي بقى رجع لها خلاص حبيب القلب، او نقول يعني الشخص اللي كانت معجبه بيه، لانها كانت حكيه له قبل كده عليه.
طبعا هو كان متضايق جدا. فهنا مامته بتقول له بقول لك ايه، يلا بقى عايزين الحفيد ها. طبعا هنا بطلتنا كانت محرجه جدا من كلام مامته، كانت عماله تقول لها ان احنا لسه عارفين بعض، وقامت علشان تجيب له الكاس علشان يشرب يعني. كانت عماله تقول له بقول لك ايه اللي حصل ده ما يحصلش تاني غير واحنا متجوزين. فانا بقول لها ما احنا متجوزين. فبتقول له لا لما نعمل فرح الاول. فقال لها خلاص ماشي، اهم حاجه تكوني مرتاحه. وبعديها على طول بعد ما سابته راحت الشركه، كانت عماله تفكر فيه. واللي هناك كانوا بيقولوا لها على فكره يعني انت ليه متضايقه، ده اتجوزك واحد غني. لكن لما راحت هناك لقت ان في واحده جات لها ورمت لها شيك فيه فلوس كتيره قوي. كانت عماله تقول لها بعدي عنه. فقطعت الشيك ورمته عليها. كانت عماله تقول لها بقول لك ايه، الفلوس دي انت اللي محتاجاها، اما انا مش محتاجه فلوس. ولو فاكره بالفلوس دي هتقدري ان انت تشتريني يبقى انت غبيه، لانك انت معرفتيش تقراي الشخصيه اللي قصادك. لا انا مستحيل خالص ان انا ابيع حبيبي، وان حبيبي فعلا اهم حاجه عندي، فاهماني. فهي كانت عماله تقول لها بقول لك ايه، عايزه كام يعني، اكتب لك شيك بضعف الثمن. فهي كانت بتقول لها ما انا بقول لك برضو شكلك غبيه، لانك معرفتيش خالص تقراي الشخصيه اللي وراكي. فانا بتقول لها مش فاهماكي يعني. فهي بتقول لها بقول لك ايه، من الاخر كده تعدلي وانا مش هاخد فلوس. فانا بتقول لها طيب على فكره انت فعلا لو ما خدتيش الفلوس انا هسجنك وهوديكي في 60 داهيه. طبعا هنا بقى الكل هيصدق ان انت فعلا قد ايه واحده طماعه وحراميه، وان انت اصلا انسانه قذره. وفي الوقت ده بتدخل حماتها، كانت عماله تقول لها ايه البجاحه اللي انت فيها دي، هو انت فاكره فعلا ان هي ممكن تسيب لك ابني؟ على فكره هي حتى لو سابته انا بقى مستحيل اخلي ان هو حتى يرتبط بيكي، مش يتجوزك. قالت لها اه شكلك بقى ست كبيره وبتخرفي، والكلام اللي انت بتقوليه ده مش عارفه كويس اذا طالع على مين. طبعا هي اتصدمت جدا من جرأتها، وكانت عماله تقول لها وانت ازاي تكلميني بالشكل ده، طب بقول لك ايه يلا امشي من هنا. وطبعا بدات ان هي تزقها علشان تخرجها، فمسكت ايديها تقول لها ايدك دي لو اتمدت عليا تاني انا هقطعها لك، فاهمه. طبعا بطلتنا كانت مستغربه قله ادب قوي البنت دي، وان هي ازاي شخصيه وقحه كده. فقامت على طول ضربتها بالقلم وقالت لها بقول لك ايه كل اللي حماتي، فاهمه. طبعا حماتها كانت معجبه جدا بيها وبشخصيتها القويه اللي عمر اصلا ما توقعت ان هي تكون عند مية. كانت عماله تقول لها اه شكلك بقى عايزاني فعلا اسجنك. هي كانت بتقول لها اعملي اللي تعمليه، وعندك البحر تشربي منه كمان، انا مستحيل ان انا اتخلى عن جوزي حبيبي. فهي بتقول لها ايوه بقى، ما انتي انسانه اصلا ما صدقتي راجل غني زي كده يعبرك، اما هو مناسب جدا ليا لان انا فعلا من نفس الطبقه. بتقول لها يلا امشي من هنا. وحماتها كانت بتقول لها ان انا فخوره جدا بيكي لان انتي انسانه ذكيه، وغير كده كمان جريئه، ودي البنت اللي دايما بتمناها ان ابني يكون معاها. فهي بتقول لها بجد هو انت مش متضايقه مني؟ فهي بتقول لها لا طبعا، وان انا مبسوطه جدا منك، والصراحه كمان حاسه ان انت انسانه جميله جدا، وان انت كمان كتير على ابني. فهي بتقول لها مش للدرجه دي. فهي بتقول لها لا للدرجه، ويلا بقى عايزاكم تجيبوا لي الطفل. طبعا هنا اتحرجت جدا، وهي التانية كانت واقفه من بعد وكانت متضايقه جدا منها. كانت عماله تقول ان انا لازم ادمر سعادتهم دي، برغم ان هي اصلا ما عملتلهاش اي حاجه. وما راحت تتكلم مع مامتها، مامتها كانت بتقول لها ليه المرض ده، طب ما تسيبيهم يعني، هو مش عايزك وهي مش عايزه تسيب جوزها، ليه تعملي كده؟ هي بتقول لها ان انا عايزاه، وانا ما اتعودتش ان انا اسيب حاجه انا عايزاها. فهي بتقول لها لا يا حبيبتي انت كده مريضه ومحتاجه ان انت تتعالجي. فهي بتقول لها حتى انت يا ماما بتقولي كده؟ هي بتقول لها ايوه اصلا انت اللي بتعمليه ده غلط. وفعلا بدات ان هي توقع الشغل علشان يتقال ان هي اللي كانت بتختلس الفلوس وان هي اللي كانت بتسرقها، برغم ان ماما ما كانتش بتعمل كده. واتصدمت لما عرفت ان في مبلغ كبير طلع من الخزنه، وقررت ان هي بسرعه تروح علشان تشوف هتعمل ايه في المصيبه دي، وان فعلا هي اللي هتكون مسؤوله على كل حاجه. وما جت علشان تروح لقيت ان اهلها هناك، ونعرف ان البنت التانية كانت متفقة مع اهلها علشان يبان ان هما اللي سارقين كل حاجة، وطبعا يطلع ان هي واهلها الحرامية. فانا دخلت عليهم تقول لهم اه فين الفلوس، وانتوا لو فاكرين علشان انتوا اهلي، او حتى يعني نقول ان انتوا لا عليكم اللقب ده، لكن الصراحة كده انتوا فعلا مش اهلي. وانا طبعا هنا صاحبتها بتقولها ان هما ضربوني وانا ما عملتش لهم اي حاجة. فبتقولها بقولك ايه انا هاخد حقك، ومش معنى ان هما اهلي ان انا هسيبهم، وغير كده هما اهلي بالاسم بس. الصراحة هما كانوا راميني في الشارع ولا كانوا بيسألوا فيا، ويوم ما سألوا فيا علشان يبيعوني. فانا طبعا مامتها بتقولها بقولك ايه، وانت هتكدبي الكدبة وتصدقيها، انت اللي جايبانا هنا وقايله لنا تعالوا كمان علشان تسرقوا الفلوس. فكانت بتقولها لا ده انت شكلك اتجننتي بقى. فانا بتقول لها كمان بتشتمي مامتك؟ فهي بتقول لها اه واشتم اي حد حقير ناوي ان هو يطلعني وحش، وانتي مش ام اصلا، انتي طول عمرك رمياني. طبعا بدات ان هي تعيط لان حست نفسها ان قد ايه ان هي ضعيفه من غير عيله. كانت عماله تقول لها ان انتي اسوأ حاجه حصلت في حياتي، وان انا اتمنى ان انتي تموتي النهارده قبل بكره، وان انتي فعلا شخصيه قاسيه، وبعتيني الراجل تاني انتي وجوزك اللي المفروض يكون بابايا، هو انتوا ازاي كده؟ كانت عماله تقول لها بقول لك ايه بطلي شغل الحكم اللي انتي بتقولي ده، يلا تعالي من هنا علشان بقى ناخد الفلوس كلنا. طبعا كانت عايزه تطلعها قدام زميلتها ان هي حراميه. كانت عماله تقول لها الفلوس لو ما جاتش حالا انا هسجنكم كلكم، فاهمين، ومش هيهمني حد. في الوقت ده بيجي بطلنا بيقول لها انا سمعت كل حاجه، مستحيل ان انا اطلعك حراميه، واهلك دولت انا جبت لهم الشرطه علشان ياخدوهم، وهم بقى يحققوا معاهم ويعرفوا فعلا اذا كانوا حراميه ولا لا.
طبعًا مامتها كانت مصدومة جدًا وما كانتش مصدقة فعلًا اللي كان بيحصل، وكانت عمّالة تقول فعلًا أنتم كده خلاص هتسجنونا؟ فهي طبعًا كانت بتقول لها آه، وبعد ما فعلًا الشرطة خدتهم كانت عمّالة تعتذر له، وكان عمّال يقول لها فداكِ كل حاجة، ولمّا أغمى عليها راحوا بسرعة على المستشفى، وعرفوا إن هي أخيرًا حامل، وإن هي هتجيب لهم الطفل اللي هُم بيتمنوه، بيقول لها إن أنا مش مصدق إن أنا أخيرًا هاكون أب، فهي بتقول له وأنا كمان مش مصدقة إن أنا أخيرًا هاكون أم، طبعًا الاتنين كانوا فرحانين جدًا وكانوا طايرين من السعادة، وهو كان مبسوط جدًا إن هو أخيرًا لقى حب عمره. برغم إن البداية كانت بالنسبة له غريبة شوية لكن في الآخر بقى مع بعض. ينتهي المسلسل، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. سلام.